كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ربنا يا رب يجعله كده شهر مبارك على الأمة الإسلامية جميعا. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا 3/4 مصر كده عاملة الأكلة دي. طبعا لازم محاشي بقى. يلا كده معايا سمنة بلدي وشوية زيت وكمية بصل حلوة كده عشان تسكر لنا المحشي. وشوية شطة كده حاميين على بارد. ننزل بكزبرة وفلفل اسود وبهار محشي وشوية كمون طالما هنعمل كرنب. زي الفل. ندي البهارات كده تحميصه وننزل بعصير الطماطم ومعجون الصلصه او بابريكا لو انت عايزه تعززي الصلصه اكتر. وننزل بقى بالملح وكمان معلقه سكر صغيره. تتسبك كويس جدا السمنه والزيت كده تفصل فوق كده سبكت حلوه قوي. اغسل الرز واشقله على التخديعه. بصوا كده انا عايزه الزيت والسمنه تفصل كده على الوش. دي التسبيكه الصح. نشوح بقى الرز شويه. وبكون مجهزة الخضرة بتاعتي عبارة عن يا اسماء شبت وكزبرة فقط. عايزة تحطي بقدونس براحتك. نسيب بقى الخلطة كده تهدى شوية ونحط لها الخضرة ونقلبها كده. بصوا بقى لو الخلطة ما كانتش مزيتة كده ومليانة سمنة وزيت كده متبقاش خلطة بقى. هو المحشي حلاوته يكون لامع كده. فرشت كده في الطواجن كده جزر وورق كده من الكرنب. انا كنت حاشية قبلها بيوم من بالليل. هنا بقى شوية الخلطة دول زودت لهم كده 3 معالق كبار من دبس الرمان عشان ورق العنب. حشيت كده طاجن كرنب وطاجن ورق عنب وغطيتهم كده بستريتش راب وعنتهم على شبكة التلاجة من بالليل. هنا كان في ورق مخضر شوية كان في الفريزر وفي صابح. هنا بقى عندي بانيه كيلو بانيه تبلته. كانوا اخر حبة كده من تتبيلة البانيه او الكنتاكي جاهز. فرحت جايه عاملاهم كده بربع كوبايه ميه بضيفه على البانيه كده واقلبهم كلهم مع بعض واسيبهم على شبكه التلاجة. لكن هقولك على تتبيله بانيه تحفه تحفه يا بنات. في الخلاط بتاعك هتحطي بصلايه كوبايتين زبادي او كوبايه لبن وتنعميهم او تصفيهم وتحطي الملح وفلفل اسود بس ولا اي حاجه تاني وتتبلي بانيه. هنا بقى جبت شويه مكسرات وشويه مشمشيه وتين مجفف وقمر الدين اللي هو بونبوني. المكسرات القمر دي يا ولاد من دكان السعاده شويه مكسرات والله يشرفوا حاجه كده عسل. سايبه لكم اللينك يا ولاد او الصفحه بتاعتهم اللي انا جايبه منها في اول التعليقات. قطعت كده البونبوني اللي هو القمر الدين والتين وكمان خدت بقى شويه زبيب ملون على اسمر على بني. المهم يعني جبت بقى قطايف بحشي كده شويه ميكس كده على بعضهم من القطايف. وهخلي برضو شويه قطايف كده هعملهم كام وحدايه كريم شانتيه اللي هو بقفله نص قفله كده واقليه عادي لكن ده مقفول مكسرات. هنا بقى معايا زيت غزير لازم يكون زيت غزير ويحمى كويس جدا ونقلي على طول القطايف. الحله اللي انا حطاها ورا دي ده شربات اللي هو سيرب. حاطه كيلو سكر على نص كيلو ميه. يعني مثلا لو كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه وربع ميه للكنافه والقطايف عشان الكنافه والقطايف بتحب السيرب يكون تقيل. تمام. كل شويه اشيل الريم كده زي ما انتم شايفين. بيقعد كده على النار حوالي عشان انا عامله كميه حوالي 10 دقايق او 12 دقيقه عشان عامله كميه. لكن لو عامله حاجه صغيره كوبايتين سكر وكوبايه وربع ميه بيقعد بالظبط 7 دقايق. بصوا بقى لون القطايف خليها رايقه كده وحلوه وطلعوها على مصفى وسيبوها تهدى شويه. على بقى ما الشربات يهدى معايا هنا معايا نص كيلو كنافه. ضفت له معلقتين كبار كده من سكر البودر وحوالي كوبايه سمنه بلدي. دفتها كده بسيط. هفضل بقى يعني اقلب كده فيها وافلفلها كلها واغلفها من السمنه والسكر. نجيب الصينيه بتاعتنا. بصوا بقى ما تقولوش يا اسماء انت مكتره سمنه كتير. انا لو كنافه مش شربانه سمنه كده ولا اكني كلته كنافه. كنافه بالزيت بتحب مشبعه كده من السمنه البلدي. انا بحبها بطريقه زمان. انا هعملها ساده مش هحشيها اي حاجه. في الاخر هنزينها مع بعض. اهم حاجه رصيها كده وظبطيها. ومن الاحراف كده اهم حاجه تكون متساويه كده من فوق. وبكف ايدك بقى بططي كده. وهقول لك بقى نجيب صينيه او طبق او حاجه تقيله وافضلي اتكي كده شويه اضغطي عليها. انا عايزه تكون مضغوطه زي الفل. دلوقتي انا محميه الفرن بتاعي. النهارده هشغل الفرن ما شاء الله يعني طول اليوم زي الفل. بصي تقلبيها اللهم بارك ليه مضغوطه صح. نجيب بقى 4 معالق سمنه كده على الوش زي الفل.
ندخلها على شبكة الفرن في الرف الأوسط، هي اللهم بارك من زهد الفرن هتبقى كلها محمرة، مش محتاجة إن أشغل الشواية. هنا السيرب لسه دافي بسيط معايا، أخدت بس كده شوية على القطايف فلفلتها كده بيها. أنا سبت القطايف كده أول ما طلعتها من الزيت، سبتها كده على المصفى بحيث تبقى مقرمشة. نركنها كده في السيرب كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده رصيتها في السرفيس بتاعي. دول اللي هما 5 وحدات بالظبط بالعدد، عاملاهم مقفلين كده نص قفلة. دول هحشيهم كريم شانتيه. شوية السيرب بقى كده نديها لمعة وزي العسل، مقرمش جدا اللهم بارك. الكنافة بقى طلعت معايا من الفرن حكاية. بصوا أنا محتاجتش إن أنا أشغل الشواية، كل ده زهد الفرن. حطيت لها السيرب وسبتها كده حوالي ربع ساعة. بصوا مقرمشة جدا، مقرمشة وزي العسل. بعد ربع ساعة رحت جاية قلبها على الوجه التاني اهي. شايفين بقى واخدة لون قمر، كانت لسه سخنة شوية. نزلت كده برضو بشوية سيرب كده على الوش بعد ما رديتها في الصينية تاني. بس كده وسيبيها بقى زي ما هي كده، عايزة تغطيها براحتك، عايزة تسيبيها تكون مقرمشة أكتر سيبيها مكشوفة. السيرب كده برد معايا، فضيته في البرطمانات واحطه في التلاجة. انا كل فتره كده اعمل شويه حلوين زي كيلو سكر ونص كيلو ميه. هسيب لكم الفيديو برضو لو انتوا عايزينه، الفيديو موجود عندكم في اول التعليقات بتاع السيرب. هنا بقى قلت ما ازين بقى، نعمل ايه اول يوم بقى كده رمضان؟ نعمل بقى الهلال والنجمه. الطبق كده زي ما انتوا شايفين حطيته، ورحت جايه حاطه كده شويه فستق كده، ورحت جايه بقى عملت نجمه. قعدت ادور على نجمه ما لقيتش نجمه عندي، لقيت اللي هي قربه ليها وما طلعت مش واخده شكل خالص يعني. ماشي الحال زي الفل. بس طلعت قمر 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 اللهم بارك، عسل قوي. طيب يلا بقى هنا نعمل ايه يا اسماء؟ ركننا بقى الحلويات كده حلوه قوي. بدأت بالحلويات كده اول الصبح، لكن المحاشي عاملاها من بالليل. هنا فرمت بصلايه ناعمه في الكبه، ونزلت عليها بشويه فلفل اسود وشويه ملح ودعكتهم ببعض. همسك البطوطه بتاعتنا القمر دي، كنت نقعاها في محلول الملح وصفيتها. ندعك بقى القلب بتاعها كده والجلد من فوق واسيبها بقى في التتبيله كده شويه. طيب انا خليت حوالي معلقه بصل كده كبيره خليتها في الكبه، رميت عليها طماطمايه وجزرايه، هفرمهم برضو ناعمين. هتعملي بهم يا اسماء؟ تعالوا هتاخدوا شويه شوربه بط سكر، قوليهم بقى على الشوربه او الميه بتاعه البط. ورقه اللوري حبهان بس كده، تاخد غلوه. اسقطي البطايه بتاعتك، معلقه سكر صغيره، والملح مش بنحطه الا ما يعدي نص ساعه. تعالوا بقى نعمل صينية جلاش كده زي الرقاق بتاع زمان. شوية سمنة بلدي، ونفرد كده الجلاش بتاعنا كأنك بتعملي رقاق باللحمة. أنا عايزة أعملها كده مدورة، هيئة صينية الرقاق كده. وبحط اللحمة المفرومة دي، اللحمة دي أنا كنت معصجاها معاكم ومخزناها يعني قبل كده، يعني بتنفع بصراحة. أطلع الكيس على طول من بالليل أو الصبح. نقفل بقى الصينية بتاعتنا ودهنة خفيفة كده من السمنة، ونقلبها بقى على الوجه التاني تطلع معايا اللهم بارك. نجيب بس سرفيز ونقلبه على الوجه التاني بالراحة كده زي الفل. نجيب بقى سكينة حامية، وأهم حاجة تكون السكينة حامية عشان تطلع كده متساوية معاكم. نقطعها دهنة خفيفة كده بس من السمنة على الوش زي الفل. نقطع بقى الشكل اللي انت عايزاه. انا هعمله مثلث كده زي ما قلت لكم، انا عايزاه كأني صينية رقاق. هسقيها بقى عشان تكون مقرمشه كده ولذيذه اكتر. شويه شوربه بط يا سلام بقى. هقول لكم بس كده بعد التقطيع نقطعها كده بالراحه وانتي بتقطعيها زي الفل. نجيب بيضتين ورشه فلفل اسود ورشه ملح، ونقلبهم كويس جدا في بعض. ونجيب كبشتين 2 شوربه بط، ونسقي بقى الصينيه بتاعتنا ونسويها كده زي الفل. نسيبها 5 دقايق بس وندخلها الفرن تستوي. كنت مطلعه كيس ملوخيه من اللي انا كنت مخزناه من الفريزر. ضفت له كده حوالي 4 كبشات من الشوربه كده وهي مغليه سخنه، واسيب بقى الملوخيه كده في قلب الشوربه بحيث تفك. البطوطه كده كانت لسه يعني داخله على سوا. حاطط لها بقى الملح بتاعها، ورحت جايه من على الصدر كده. بحب اعمل الفتحات دي تبقى شكلها جميل قوي كده اما تتبليها وتدخلها تتشوي بقى في الفرن. سيبها بقى تكمل سواها. وهنا بقى قلت ما افكك الملوخيه كده على نار هاديه. هنا بقى خلاص خرجت كده صينيه الجلاش اللهم بارك، وخلصنا كده الكنافه، وكان عندي طبقين ممبار قليتهم. هنا بقى بصوا الريم بتاع الملوخيه، الريم الابيض ده بروح جايه شايلاه كده بالكبشه. هنا حسيت ان هي تقيله قوي، زودت كمان كبشه كده من الشوربه.
نعمل الطشه بتاعه الملوخيه، معلقه سمنه بلدي، معلقه تومه، تحمر بسيط معايا، ننزل بمعلقه صغيره من الكزبره. احلى طشه على شويه ملوخيه كده سكر. بصوا بقى ملوخيه الخزين والله خضراوي زي العسل. هنا بقى يا ولاد ايه، عملت كوبايه واحده من اللسان العصفور، وزودت شوربه وزودت شويه ميه كمان عشان الشوربه بتاعه البطوطه اللهم بارك سميناه شويه. تاخد غلوه واطفي النار. عايزه تشقلي مكعب مرق مفيش مشكله براحتك. المحشي بتاعي رحت جايه مزوده بقى كده الشوربه بتاعتنا. هنا بصفي بالمصفى دي عشان خاطر البصل والطماطم اللي انا فرمتهم، والجزرايه، فانا بحب شوربه رايقه يعني. بس بتاخدي بقى بق شوربه مسكر اللهم بارك، بيخلي اكلك كله سكر. ندخلهم على الصاجه بتاعه الفرن من تحت، الصاجه نفسها، وبحمل فرن عادي. هنا بقى البانيه اللي انا كنت متبلاه معاكم، بجيب شويه دقيق وشويه ميه، بنزله في الدقيق ومن الميه، وبرجع تاني ارده في الدقيق واقليه. بيطلع بقى كده واخد الكرمشه بتاعه الكنتاكي، يبقى حلو قوي. بس جربوا بقى التتبيله اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الخلاط بتاعه البانيه، اللي هي بصلايه، كوبايتين زبادي، وتصفيهم، تضربيهم يعني في الخلاط وتصفيهم. ولو مش عايزه تحطي زبادي حطي كوبايه لبن، وتحطي الملح والفلفل الاسود بس. وبتتبليه عادي بصومات او فيجيتار. هنا بقى ايه، كنت عامله كركديه. ده الكركديه اللي انا كنت برضه عاملاه معاكم قبل كده. طلع منه وازوده ميه والسكر وهو ساقع. هنا بقى ايه، كنت بعيده على صينيه الجلاش بالسكينه كده، يعني كده كده احنا مخرطينها، قاعده بس بحيث تبقى سهله ايه لما اجي اطلع كده وارص في الاطباق. وخلصنا كده اللهم لك الحمد، وكمان المحاشي استوت معايا وزي العسل. وحطيت لي حته سمنه كده على الوش، ايه كله طاجن. بصوا بقى، رصه محاشي كده سكر، ولسان العصفور كده استوى معايا. انا بديله يعني غلوه واحده واطفي النار، بيبقى حلو قوي. لكن لو سبتيه زياده عن كده بيبقى مهري وبيشرب الشوربه. وعملنا الملوخيه بتاعتنا اللي زي السكر، والمحاشي وصينيه الجلاش، والبطوطه بتاعتنا دهنتها ايه يا اسماء، دهنتها معلقتين 2 كاتشب وشويه زيت عشان يدوها لمعه بس. ودخلها تحت الشوايه بتبقى زي الفل، لونها اللهم بارك زي ما انتم شايفين. غيرتي ليه النظام يا اسماء السنه دي؟ كنا بنقعد على السفره دي اللي هي ورا كده قدام المطبخ، تمام. طبعا بيبقوا عايزين يتفرجوا على الشاشه ولادي، فقلت خلاص نقضيها كده قدام الشاشه السنه دي، ونفطر كده قدام الشاشه. انا بصراحه بحب القعده البلدي دي يا ولاد، سيبكم السفره دي. المهم بقى صينيه الجلاش ايه، صينيه الكنافه اللهم بارك. قسما بالله انا ما فطرت. انا كمان انتوا عارفين ان انا التكميم مش بعرف اكل اصلا. بس صينيه الكنافه اخدت خرطه، بصراحه كان نفسي فيها جدا، اللي هي الكنافه بتاعت زمان المدعوكه بالسمنه البلدي وساده، جنب فنجان قهوه ساده وزي العسل. الترابيزه دي حطاها جنب الاكل كده تحت الشاشه، الحاجه بقى كلها ايه جنبهم. كل سنه وانتوا طيبين.